في نهاية الفيديو عايزة أقول لك أو عايزة أفكرك مين من الأشخاص اللي في حياتك عملوا لك أو قدموا لك مساعدة وأنت نسيت تشكره. يلا كده فكر معايا، أو يمكن تكون شكرته بس الشكر ما طلعش من القلب، شكرته كده إيه عشوائي. يلا بينا بقى في الكومنتات كل واحد يكتب بقى إيه اسم الشخص ده أو الموقف لو حابب يكتبه، ويقول لنا إن هو عايز يشكره، واشكره قدام كل الناس وقول له إن أنا ممتن إن أنت إيه في حياتي. وبالشكل ده هيكون في طاقة إيجابية بننشرها في وسط الناس. يعني كل الفيديوهات عنف؟ لا، في حاجة إيجابية أهو. ولو الفيديو ده خلاك تحس بقيمة الشكر أو تغيير داخلي جواك أو بمعنى الكلمة، يلا بقى مستني إيه؟ اعمل لايك، فولو، سبسكرايب، كومنت وشير بقى لكل صحابك، لأن أنت ممكن تكون سبب في إن حد يشكرك، أو أنت تكون سبب إن حد يشكر حد، أو إن أنت تكون سبب إن أنت تغير موده وتدخله طاقة إيجابية في حياته. ما تنساش زي ما قلت لك تعمل سبسكرايب وفولو والحاجات دي كلها للبرنامج اللي أنا ما بحبش أقولها أصلا، عشان تشوف الفيديوهات الجاية، لأن ممكن الفيديوهات الجاية تغير حتى لو 1% من حياتك، وهتغير حاجات كتير بسيطة في حياتك قوي، بس هتخلي الحاجات البسيطة دي ليها تأثير عظيم في حياتك. ويلا بقى خلينا نقول إن الشكر عادة مش مجرد كلمة. اصحى الصبح كده اشكر ربنا على كل حاجة، انت وماشي كده اشكر ربنا، اطلب معونته، اطلب رحمته، اطلب ان هو يكون موجود معاك سندك. الشكر ده اجمد حاجة في الكون كلها. يلا بقى زي ما قلت لكم، الشكر عادة مش مجرد كلمة.